الفيديو على اليسار هو شعري قبل 6 أشهر، والفيديو على اليمين هو شعري بعد 6 أشهر. كيفاش وصلت من هنا لهنايا؟ خاصكم تتبعوا معايا كاع المواصفات اللي غنعطيهم لكم. هذا الفيديو كنت حطيته لكم الشهر هذا، وهو الخطوه الاولى لعلاج تساقط الشعر، حيث بدينا بالتغذيه من الداخل اللي كتخلي جذور الشعر تقوى وتحفز نمو الشعر من الجديد، زائد اصلاح الشعر من التلف. ممكن ترجعوا ليه قبل ما تبداو ديروا هذه الوصفه اللي رحت لكم اليوم، حيت ضروري وهي من الاساسيات. من الاحسن تتبعوا الفيديو الاول اللي الرابط ديالو غادي نخليه لكم في الوصف. تبعوا الوصفه وتبعوا المراحل وكلوا نفس الاغذيه 3 مرات في الاسبوع كيف كتشوفوا الفيديو. من بعد اجيو على الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم دابا. خذي حنة ورقة ونقيها مزيان ودقيها على يديك. وهذه نصيحة البنات، عمركم تشريو الحنة مدقوقة من عند العطار، ديما شريوها ورقة ودقوها على يديكم. وقبل ما تدقوها تكونوا منقيينها مزيان. تزيدوا عليها زيت الاملاج اللي هو اصلا زيت امله، ماشي غادي تشريو امله، شريو الاملاج البنات. الاملاج سيروا عند اي عطار يعطيكم الاملاج دير بحال شكل كوبه ديال الحجر بلون كحل. غادي تزيدوا عليها زيت الياسير وزيت الزيتون وزيت ارغان. وقد ما زدتي ديال الحنه دوبلي في الزيت. مثلا درتي معلقه ديال الحنه غديروا معاها 2 معالق ديال الزيت، معلقه ديال الاملاج، معلقه ديال الياسير، معلقه 2 معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق ديال و2 معالق ديال الارغان، باش الزيت يغلب الحنه. حنا شنو محتاجين الزيت اللي غادي يتنقط في الحنه. خلطي كلشي مزيان وديريهم في قرعه ديال الدجاج تكون منظفه مزيان، ولا ديريها في الماء سخون تنظف مزيان، ومسيها ما يكون فيها حتى قطره ديال الماء عاد ديري فيها هذا الخليط هذا. وكل 3 ايام غادي ديري. وكيف قلت كل 3 ايام شقي بهم شعرك ودلكي بهم الفروه مزيان. وهاد الوصفه ما صالحاش للزغبه، وانما صالحه الجلدة ديال الشعر. فقط خليها مدة 2 ساعات عاد غسلي شعرك مزيان بشامبو غارني الأصفر اللي كيناسب كل أنواع الشعر وكيحافظ على الزغبة من التقصف. كانت معكم نورهان، ما تنساوش تخليوا لي متابعة وإعجاب وتعليق يفرحني أكثر. نهاركم مبروك حبايبي.